اسمع، قبل ما نبدأ في حاجة لازم تعرفها. في اللحظات اللي جاية دي ممكن حرفياً تغير حياتك. ليه؟ لأنك هتسمع الحقيقة اللي محدش في حياتك حب يقولك عليها. الحقيقة اللي بتفصل بين الشخص اللي بيعيش حياته عادي وبين الشخص اللي فجأة حياته كلها بتفتح والفرص بتجري وراه بدل ما هو يجري وراها. ركز معايا، لأن اللي جاي مش مجرد تحفيز، اللي جاي ده واقع، ولو فهمته صح حياتك هتتقلب. عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتنجح أسرع منك؟ ناس كانت في نفس ظروفك، سنك، نفس البلد، نفس كل حاجة، وفجأة سبقوك. فجأة بقى عندهم فلوس، عربيات، مستقبل، ثقة بالنفس. ليه؟ لأنهم أخذوا قرار واحد، قرار إنهم يبدأوا، بينما أنت كنت لسه مستني الظروف تظبط. بس خدها قاعدة، الظروف عمرها ما هتظبط من نفسها، اللي بيظبطها هو أنت. في سر محدش بيقوله لك، سر بسيط جدا لكنه أقوى من أي خطة وأقوى من أي كورس. السر هو الاستمرارية أهم من القوة. الناس فكرت النجاح محتاج مجهود خارق. لا، النجاح محتاج مجهود بسيط لكن كل يوم. اللي بيشتغل كل يوم حتى لو 1% هو اللي بيوصل. اللي بيتحرك خطوة كل يوم حتى لو صغيرة هو اللي بيغير حياته. إنما اللي يشتغل يوم ويتحمس يومين وبعدين يقع أسبوع عمره ما هيوصل. اسمعني، عدوك الحقيقي مش الظروف ولا الناس ولا البلد ولا الفقر. عدوك الحقيقي هو نفسك. نفسك اللي بتقولك بكرة، نفسك اللي بتقولك مش قادر، نفسك اللي بتحب الراحة، نفسك اللي بتموت نجاحك قبل ما يبدأ. النفس دايما بتحب المكان اللي ما فيهوش تعب، بس المكان اللي ما فيهوش تعب هو نفس المكان اللي ما فيهوش نجاح. ما تستناش حد يشجعك، ما تستناش حد يأيدك، ما تستناش حد يمسك إيدك. في الآخر أنت المسؤول عن نفسك، أنت اللي هتشيل نفسك لما تقع، وأنت اللي هتبني مستقبلك. وإزاي تبدأ؟ تبدأ بخطوة مش جبال، خطوة بسيطة، عادة صغيرة، هدف واحد، حاجة تعملها كل يوم. أنت مش محتاج تبقى جاهز، الجاهزية بتيجي بعد البداية مش قبلها. ركز في وقتك، شوف بيضيع في إيه، أبعد عن الناس اللي بتسحب طاقتك، واحمي وقتك كأنه ذهب. لأن يوم واحد بيضيع بدون ما تتقدم فيه ده مش يوم ضاع بس، ده يوم من عمرك تاخده ومش هيرجع. اسمع، سنة واحدة بس ممكن تعمل اللي عمرك كله ما عملته. سنة واحدة بس تستمر فيها، سنة واحدة تلتزم فيها، سنة واحدة تقول فيها لأ للكسل، لأ للفشل، لأ لأفكارك اللي بتوقفك. تخيل لو من سنة كنت بدأت، كنت دلوقتي فين؟ الإجابة دي لو فهمتها هتعرف قد إيه القرار اللي هتاخده النهاردة مهم. وفي النهاية افتكر دي كويس، مش كل الأيام زي بعض. في يوم ربنا بيبعتهولك مخصوص، يوم يغير طريقك، ويمكن يكون اليوم ده هو اللحظة اللي بتسمعني فيها دلوقتي. لو حسيت إن الكلام لمس قلبك يبقى اللحظة دي لحظة تغييرك. اوعى تسيبها تعدي، اوعى تقول بكرة. ابدأ حتى لو مش جاهز، ابدأ حتى لو خايف، ابدأ حتى لو مفيش دعم. لأن بعد فترة هتبص وراك وتشكر نفسك إنك بدأت، وهتفتكر الفيديو ده وتضحك على النسخة القديمة منك اللي كانت خايفة من الخطوة الأولى. متنساش، أنت مش أقل من حد، اللي ناقصك بس إنك تاخد القرار وتكمل، وكل حاجة هتتغير. ابدأ ومتوقفش.